رمضان يا رب كريم علينا كلنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اشتراك ولايك وجربوه هيعجبكم قوي. بصوا ما شاء الله، يعني طبق صغنن عمل لنا كمية كبيرة قد ايه، حلو جدا ومشروب جميل وقلنا مفيد جدا. الكركديه حلو قوي او الكركديه او شوفي زي العناب زي ما بتسموها عندكم. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشتراك ولايك لو اول مره تشوفيني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا حبايبي هنعمل بودره الكركديه اللي بنشتريها من بره من عند العطار، يعني عصير كده عندنا جاهز في البيت. طبعا اهم حاجه النظافه، ان هو بنجيب في البيت انت اللي عامله بايدك، مش بقى مواد حافظه، مش مشتريه من حد، مش واثقه في نظافته، بجد حاجه تحفه. هتجيبي كده بصوا طبق كده كركديه، هنطحنه في الكبه او في بتاعه الخلاط اللي هي بتاعه الفلفل والكمون، بس طبعا تبقى مش فيهاش اي ريحه. هنطحنها ونرجع ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بيبقى بالشكل ده، هنصفيه بقى كده في المصفى. احنا عايزينه ناعم خالص. ده شكله بعد ما طحناه وصفيناه بالمصفى. هنحطه كده في بولة كبيرة عشان نعرف نقلبه. طبعا الكمية مش كبيرة قوي، بس ايه بنجرب على حبة صغيرين. طبعا هو الطعم واو، يعني حاجة كده جميلة جدا. بناخد بقى قد البولة اللي احنا عملناها في اول مرة مكيالين من ايه، من السكر. الكركديه والتمر انتوا عارفين بيحبوا السكر. كده ونقلب بقى. نقلب كده البودرة بتاعتنا بتاعت الكركديه. اهو كركديه طبيعي معلوش اي الوان ولا اي مواد حافظة ولا اي الوان صناعية ولا اي حاجة. طبعا مش هيفضل لونه كده، احنا هنعمله بطريقتنا. هيغمق دلوقتي، نازله عليه بالميه سنه سنه. بالشكل ده كده جبنا الميه اهو، نحط كده معلقتين نقلب. بصوا تحول لونه وردي ازاي اول ما حطينا الميه. بصي هو ده شكل بودره الايه، الكركديه او بودره التمر اللي بنجيبها اهو بالشكل ده كده. نقعد نقلب لحد ما السكر كله يدوب. طريقه جميله جدا وصحي وعايزه اقول لكم الكركديه حلو جدا لمرضى ضغط الدم المرتفع، ولذيذ وحاجه كده. ونعيشه في الصيف، داخلين نخلص على الصيف، كل سنه وانتم طيبين. ورمضان كمان قرب، حلو جدا لرمضان. اي ضيف جالك على فجأة في رمضان او الايام العادية، بدل بقى ما ايه تجيبي اي حاجة جاهزة. يعني دي بصوا ما شاء الله كمية كبيرة ازاي. لو انتي جبتيها لو جبتي كيس تلج هيعدي 7 جنيه دلوقتي، ومش هيبقى بالحلاوة دي، بجد حاجة كده جميلة. او بصي هننزل بقى دول كده اهو، وهنجرب كمان معاكم دلوقتي كوبايتين عصير اهو. بصوا زي الشكل بنجيبه من بره بالظبط. بصوا ما شاء الله كمية. هنجيب كده بقى المعيار بتاعنا، نحط فيه مية. نجيب كده بقى معلقة نحطها في كوباية العصير بتاعنا. بصوا زي العسل.
وتقلبي بس كده. اهم حاجه حابه تحطش عليه سكر طبعا عادي حسب الرغبه، طبعا كل منا واحد، اللي بيحب سكر زياده اللي بيحب سكر اقل، بس عايزه اقول لكم جميل جدا. ادي كيس تاني اهو كمان. ده شكله اهو مع بقى المكعبات التلج، حاجه كده جميله جدا بصراحه. مشروب كده طبيعي نشربه في البيت، نعمله كده ونجهزه. بصوا تحفه، احلى عصير واحلى عصير لرمضان، وكل عام وانتم بخير، ورمضان يا رب كريم علينا كلنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اشتراك ولايك وجربوه هيعجبكم قوي. بصوا ما شاء الله، يعني طبق صغنن عمل لنا كمية كبيرة قد ايه، حلو جدا ومشروب جميل، وانه مفيد جدا. الكركديه حلو قوي، او الكركديه او شوفي زي العناية زي ما بتسموها عندكم. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشتراك ولايك لو اول مرة تشوفيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.